فالسنة له أن يأخذ كامل زينته. إذا كان عليه ملابس نوم مثلا حتى في بيته حتى في بيته نعم يخلع ملابس النوم ويلبس ثيابه ويأخذ كامل زينته. وأخذ الزينة مما يختلف باختلاف الأعراف وباختلاف البيئات وباختلاف الأزمان. ولهذا نقول الأخ السائل وهو من الجزائر، نقول المشروع أن تأخذ كامل زينتك في الصلاة فيما يعد زينة في بلادكم. صحيح. فإذا كان لبس الثوب مثلا في بلادكم يعتبر من أخذ الزينة، فحينئذ يكون لبسه في الصلاة يكون مشروعا. طيب سألك بالنسبة للأعراس وحضورها لإجابة الوليمة، هذه دائما فيها إشكالية، ليس في الجزائر ربما الأخ يعني ذكر يعني أشياء مؤلمة كشرب خمور، لكن حتى عندنا هنا وغيره أحيانا كثير من النساء أو بعض النساء خلينا نكون أكثر وضوحا يعتذرن عن المناسبات لوجود بعض المنكرات كاللباس أو الغناء أو غيره، على الرغم أن الدعوة وصلتهم ولا غير ذلك، سواء كان أخونا في الجزائر أو في السعودية. الذي ينبغي أن يكون المسلم إيجابيا وأن يحضر وينكر المنكر، لأننا إذا تركنا المنكر فإن الذين يفعلون هذه المنكرات يستمرون في منكراتهم بل تزيد هذه المنكرات. نعم. ولذلك فالأحسن أن الإنسان يحضر وينكر المنكر لكن بالأسلوب الحسن وبالرفق واللين. فإذا كان مثلا هذه الدعوة هذا المكان عليه يعني فيه مائدة يكون فيها خمور كما ذكر الأخ السائل، فينكر على صاحب يعني هذه المائدة ينكر عليه الخمر. نعم. ويطلب منه أن يعني يزال هذا الخمر من المائدة. والناس فيهم بذرة خير لكن يحتاجون إلى من يذكرهم، يحتاجون إلى من يحرك فيهم بذرة الخير هذه. ولذلك فالذي أرى أنه يحضر وينكر، لكن إذا كان لا يسمع له لو حضر ولا يستطيع أن ينكر المنكر فليس له أن يجلس في ذلك المكان، لقول الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وفي الآية الأخرى: إنكم إذا مثلهم. فالذي يجلس في مكان فيه منكر ولا ينكر هذا المنكر فإنه يكون شريكا لفاعل ذلك المنكر. ولهذا روي أن عمر بن عبد العزيز في عهده لما كان هناك أناس يشربون الخمر قبض عليهم. نعم. فأمر عمر بن عبد العزيز بضربهم الحد، فقيل إن فيهم رجلا صائما، قال فبه فابدأ، قال ابدأوا به لأنه شريك لهم. أما سمعت قول الله تعالى: إنكم إذا مثلهم. الله. فالذي يحضر المكان الذي فيه منكر ولا ينكره يكون شريكا لأصحاب المنكر. هنا إشكاليتين، الإشكالية الأولى ذكرها أبو العز من الجزائر بالنسبة للأكل، هو أشكال عليه يبدو لي كان أنه إذا وصل عندهم هذه المنكرات فإنه يأكل منهم، هل الأكل هذا جائز ولا؟ الإشكالية الثانية أنه أيضا بعض الناس يعني أنت قلت شيخ إذا كان في منكر فالإنسان يقوم منه، قد يقول البعض أنه لن يحضر المناسبات هذه أهل الخير يعني. نعم. أحيانا قد يكون صاحب الدعوة يعني قريبك، قد يكون عمك، قد يكون أخوك، قد يكون إلى غير ذلك، في إشكالية. أما بالنسبة للشق الأول وهو الأكل من الطعام، الأكل من الطعام لا أصلا أنه حلال. نعم. لا إشكال فيه، لكن الإشكال في عدم إنكار المنكر. وأما بالنسبة للأقارب الذين يكون عندهم منكرات المطلوب هو مناصحتهم، وكما ذكرت يعني الغالب هو الاستجابة، أنه إذا نصح بالأسلوب الحسن، لكن المهم أن يكون ذلك بأسلوب حسن وبالرفق وباللين وبالموعظة، فالغالب أنه يستجيب، فإذا استجاب حصل المقصود. لكن إذا كان يعني لا يستجيب والمنكر ظاهر فحينئذ إذا يأتي ويسلم صح. عليهم ويبارك للزوجين ثم يمشي. نعم. ولا يبقى معهم في المجلس. طيب السؤال الثالث أبو العز أنت سجلت معه، والماشية كأنه يعطونها شيء من الإبر. نعم. وربما تأتي بأكثر بهذه الإبر. نعم. نعم. إذا هنا فيه تفصيل، إذا كان هذا ليس فيه ضرر بحسب كلام أهل الاختصاص فلا حرج في ذلك. أما إذا كان فيه ضرر فإنه لا يجوز، فالمرجع في ذلك لأهل الاختصاص، فيسأل أهل الاختصاص في هذا، فإذا قالوا إن هذا مضر وإن هذا يعني له تأثير على وأن لحوم هذه الماعز أنها مضرة بمن يأكلها، فنقول إن هذا العمل لا يجوز لأنه غش للمسلمين. أما إذا كان لا يضر وإن هذه يعني أمور معروفة عندهم وتحفز فقط على النسل فنقول لا بأس به. طيب سألك الأخ أعتقد مناحي سألك نسبة زكاة المال يستخدم ويرجع، وهذا تشكل على الناس الآن في معرفة زكاته، هو يستخدم ماله حسابه الجاري ويستخدم يأخذ ويرجع، كيف يجي الزكاة الآن؟ نعم. وسألته هل يبقى شيء من هذا المال سنة كاملة؟ قال لا. نعم. ما دام أنه لا يحول عليه الحول فمعنى ذلك أنه لا تجب فيه الزكاة. لكن الذي يحول عليه الحول ولا يدري ما الذي حال عليه الحول وما الذي أنفقه، هذا هو الذي يرد عليه الإشكال. فهنا إما أن يأخذ كشف حساب مثلا من المصرف ويزكي أقل رصيد مضى، يعني أقل رصيد في السنة
باعتباره أقل رصيد مضى عليه الحول. هذا خيار. الخيار الثاني وربما يكون أيسر أنه يجعل له يوما معينا في السنة، نفترض مثلا 1 رمضان من كل عام، يزكي فيه جميع الرصيد، سواء ما حال عليه الحول أو ما لم يحل عليه الحول. ما حال عليه الحول أمره ظاهر، ما لم يحل عليه الحول ينوي به تعجيل الزكاة، وبذلك لا ينظر لزكاة ماله إلا مرة واحدة في السنة. هذه الطريقة فيها يعني شيء من الاحتياط والضبط، وهي أيضا أيسر، لكن أراد أن يسلك الطريقة الأولى فلا بأس. طيب نعم. أحمد من العراق، السلام عليكم، لا زال معنا. سلام. حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل حياك الله. شلونك أخي الشيخ محمد؟ يطول عمرك، بخير. الله يبارك. أنا عندي بنت زوجتها قبل 6 أشهر. زوجتها؟ هكذا سمعت أنا زوجها. أي نعم. الرجل ما أصلح معنا، إنسان قال أنا أصلي وأخاف الله وما أضرب ما أحكي، ولا أسبوع قام يقتل بالبنية، قام يضرب بيها، قام يشك بيها، آخر شيء جر سكينة على صدرها، قالها إذا ما تقولي ليش عندش ما عندش، قالت له هي طفلة، هي مالي 96، هي طفلة. أي نعم. طيب صغيرة يعني، فهي تخاف يعني، من الخوف يشك بيها، يجي يجسس عند اخوتها، عند حموينها، خواتها، يقولوا لها يعني ايش عندش ما عندش ويا البنيه كذا، فضجنا من هاي السالفه، فسحبت البنيه، وانا هسه اريد اطلق البنيه، لان هو قال انا كرهت البنيه وما اريدها، واذا تتنازل عن المتقدم والمتاخر انا اطلق، فقلت لعمي انا اتنازل عن المتقدم والمتاخر بطلق، انا ما اريد بنتي مذلوله، فسالت بنتي قالت يابا والله مذلوله متاذايه، واني اي فتوى بالعراق ما عنديش فتوى، وبس انتم اهل الخير يعني. جزاك الله خير. طيب السؤال واضح شيخ سعد؟ نعم. طيب الله يفرج. وانا ما يعني انا هسه قمت دعوه يعني، سويت دعوه عليها بالطلاق. طيب ان شاء الله ان شاء الله الله يصلح ان شاء الله الحال. شكرا لك يا اخوي احمد. الاخت ام عبد الله من قطر. السلام عليكم. الو. السلام عليكم. هلا اخوي. تفضل يا اختي اسمعك. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اخوي الله يعافيك، بقيت انا اسال بالنسبه حق انا حالفه على الدش انه ما يدخل بيتي، وحطيت اول شيء دش المجد. ما ادري يعني عليه في شيء، وبعدين دخلت عربسات عشان عندنا هذا حق الاطفال، بيبي بوكس اللي حق الاطفال معروف، يعني يشتغل عليه بس حق الاطفال. ما ادري يعني عليه طيب. في اسم لاني حالفه انه ما يدخل الدش. طيب ابشري والله. شكرا لك. شكرا لك. الاخوه باقي معنا حتى انا ما بسمع. ابو صالح السلام عليكم. ابو صالح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا مشايخ. هلا أبو صالح حياك الله. الله يعينكم ويوفقكم. آمين. شيخ محمد عندي 3 أسئلة الله يحفظك. طيب تفضل. السؤال الأول، يستفتيني أهلي في بعض المسائل الشرعية، فأتردد في الأخذ بالرخصة أم بالعزيمة في هذه المسألة، فما هو الضابط في ذلك؟ وما حكم تتبع الرخص دائما من قبل المستفتي؟ السؤال الثاني، نعم، أيهما أفضل، حفظ وجه من القرآن يوميا أو قراءة جزئين في اليوم مثلا، سواء في رمضان أو في غيره؟ السؤال الأخير، رجل يرتب للذهاب إلى مكة المكرمة نعم، والمكث فيها إلى نهاية رمضان، أيهم أفضل، العمرة ثم العودة والتصدق بباقي النفقة في وجوه البر عامة، أم المكث هذه المدة الطويلة في مكة؟ سجلت شيء. أفتونا مأجورين جزاكم الله خيرا. شكرا أبو صالح. شكرا حبيبنا. الأخت أم عبد اللطيف السلام عليكم. الأخت أم عبد اللطيف. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. لو سمحت عندي سؤال. أي. ما هو حد الغيبة في الدنيا وفي الآخرة؟ طيب. شكرا لك. الأخت ليلى السلام عليكم. الأخت ليلى السلام عليكم. عليكم السلام. تفضل يا أختي. لو سمحت أنا عندي سؤالين. أيوة. السؤال الأول عن سجود التلاوة يعني في المدارس وكذا، كيف تكون وضعيته، وهل فيه يعني دعاء مشروع قوله إذا مرينا بآية سجود؟ طيب واضح. نعم. السؤال الثاني لو سمحت، يعني المرأة إذا طهرت من الحيض
والعذر الشرعي يعني قبل المغرب، قبل دخول وقت صلاة المغرب، هل يلزمها إعادة الظهر والعصر؟ واضح. طيب نعم. شكرا لك. شكرا لجميع الإخوة. هل سألك أيضا الأخ من ناحية بالنسبة للنفل، كأنك كتبت مع شيخ سعد، النفل تحول من صورة إلى أخرى، كأني فهمت كذا. نعم. كتبت معه كتبت ولا ما كتبت؟ النفل بالنسبة للصلاة. إيه، كأني فهمت أنه من صورة إلى أخرى، أنا ما سجلت. إيه نعم. هو يسأل عن صلاة النافلة، يقول إنه أحيانا يقرأ سورة بعد الفاتحة وأحيانا لا يقرأ. نقول لا حرج في ذلك، لأن قراءة سورة بعد الفاتحة ليست واجبة أصلا، حتى في صلاة الفريضة ليست واجبة، لكنها سنة، فهي سنة في صلاة الفريضة وفي صلاة النافلة. فلقول الله عز وجل فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ولهذا فينبغي أن يقرأ سورة ولو قصيرة، هذا هو الأفضل، لكن لو أنه اقتصر على الفاتحة أجزأ ذلك. طيب، سألتك الأخت أم عبد الله سؤالين في الامرأة الكبيرة في السن اللي سقط الجنين في التراب توفي بسبب ذلك، وأعتقد سؤال ثاني كان أيضا في طفل آخر. أما بالنسبة للطفل الأول الذي سقط، يعني لابد أن نعرف هل حصل منها تفريط أو لم يحصل. فإن حصل منها تفريط فيجب عليها الدية، طبعا الدية لوالده وكفارة مغلظة. الدية طبعا الغالب أن الوالد يتنازل، لكن كفارة مغلظة وهي عتق رقبة، ولا يوجد رقاب الآن، فتصوم شهرين متتابعين. أما إذا لم يحصل منها تفريط فليس عليها شيء. كيف نعرف هل حصل من تفريط أم لا؟ لابد من أن الأخت التي حصل منها هذا الأمر تتصل بأحد العلماء وتسأله، وهو يسأله عدة أسئلة حتى يتحقق من مسألة التفريط، يعني هل بالفعل هي مفرطة في هذا أو غير مفرطة. لكن الحكم من حيث الحكم أنها متى ما كانت مفرطة فعليها كفارة، إن لم تكن مفرطة فليس عليها شيء. بالنسبة للطفل الذي أنجبته طفلا وعمره 4 أشهر، هو لو ثبت فعلا أن عمره 4 أشهر فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، بل ويسمى. لكن يعني هي غير متحققة من أن عمره 4 أشهر. فإذا كانت غير متحققة ولا تدري هل عمره 4 أشهر أو دون 4 أشهر، فالأصل عدم الحياة، ولا نخرج عن هذا الأصل لا بيقين، لأن بعض النساء لا تعرف كيف تحسب أيضا مدة الحمل. وأيضا بل حتى أيضا عند الأطباء الآن طريقة ليست هي الطريقة الشرعية لحساب طريقة الحمل، هم يحسبون يعني طريقة الحمل من أول يوم من آخر دورة. نعم. وهذه ليست هي الطريقة الصحيحة. الطريقة الصحيحة هي يبدأ الحمل من حين الالتقاء ماء الرجل وبويضة المرأة، وهذا يعني لا يمكن تحقيقه بشكل دقيق، اللهم إلا عن طريق ما يسمى في الوقت الحاضر الموجات فوق الصوتية، هذا يمكن. الأخت هنا يعني لا ندري هل حسبت مدة الحمل بشكل دقيق. إن كان حسبته 4 أشهر فأكثر بشكل قاطع، فكما ذكرت يغسل ويكفن ويصلى عليه في مقابر المسلمين ويصلى. إذا